الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن تفاصيل مباراة الأهلي والوداد، لكن قبل كل شيء ما تنساش تشترك في القناة، وكمان أيضا تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. الأهلي إن شاء الله على موعد مع مباراة قوية جدا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي. الأهلي تأهل لهذا الدور على حساب المباراة اللي فاتت على حساب الترجي الرياضي التونسي، أما الوداد البيضاوي المغربي تأهل على حساب سان داونز الجنوب أفريقي. مباراة الذهاب في الاستاد القاهرة إن شاء الله وبحضور 50,000 متفرج هيملوا المدرجات. المباراة ستقام يوم الأحد إن شاء الله الساعة 9 مساء على قنوات بي ان سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباراة، وكمان ايضا على قناة اون تايم الارضية على النايل سات. مباراة تأتي في، نقدر نقول، طفرة كبيرة جدا في اداء النادي الاهلي. ان شاء الله متوقع ان هو يعمل نتيجة كبيرة على حساب الوداد البيضاوي المغربي. مباراة نقدر نقول هينتظرها الكثير وهيتابعها الكثير والكثير بقيادة تحكيمية عالمية. إن شاء الله من المتوقع أنها تكون مباراة تليق بالفريقين، ولكن على قرر تدارك الأمور جيدا، لأن في غيابات في النادي الأهلي، غيابات مؤثرة ومؤثرة كتيرة جدا، زي نقدر نقول حمدي فتحي، وبنسبة كبيرة جدا محمد الشناوي اللي لسه ما تأكدش لحاقه بالمباراة. برأيك ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والوداد الرياضي البيضاوي المغربي؟